قصة قصيرة بعنوان الأسد والذئب والثعلب. كان الأسد الذي أسن عليلا مريضا مضطجعا في عرينه، وكانت جميع الحيوانات تعوده ما عدا الثعلب. وانتهز الذئب بفرح هذه الفرصة ليسيء إلى الثعلب عند الأسد. قال: ليس لك عنده أي اعتبار، لم يأتي ولو مرة واحدة ليعود مليكه. لم يكد ينتهي من كلامه حتى أقبل الثعلب على حين غره، فسمع ما كان يقوله الذئب وقال في نفسه: انتظر قليلا وسأنتقم منك. زمجر الأسد حين رأى الثعلب يدخل. قال له الثعلب: ليتك تسمعني قبل أن تعاقبني، وإذا كنت لم أعدك فلأنني لم أجد وقتا أفرغ فيه لذلك، وإذا كنت لم أجد وقتا فذلك لأنني طفت الأرض لأرى الأطباء ولأسألهم دواء لك، ومنذ فترة وجيزة فقط وجدت الدواء الذي يلزمك فهرعت في الحال إليك. سأل الأسد: ما ذلك الدواء؟ هو ذا الدواء. تسلخ ذئبا حيا وترتدي جلده وهو ساخن. ومد الأسد يده ليمسك بالذئب، فقال الثعلب وهو يضحك: هذه حال الدنيا يا صاحبي، يجب أن نحث سادتنا على الخير لا على الشر. كم من ذئاب وثعالب بيننا،